يو السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ميكاستا. عمرك كنتي جالس بينك وبين راسك وفكرتي وقلتي واش فايت شي فرقه سبق لها خسرات مثلا ب 20-0 ولا ب 30-0 الى اخره؟ اكيد تكون فكرتي هذا البلان، ولكن بغيت نقول لك ان كاينين فراقي اللي خسروا ب 100 واكثر من 100. وات؟ 100 واكثر من 100. في هذا الفيديو غادي نذكروا اكبر النتائج في تاريخ ديال كره القدم، ولكن قبل ما نبداو ما تنساش كيف العاده تهبط لتحت وتفرقع عليا ديك اللايك وسبسكرايب للقناه الا كنتي باقي جديد، وما تنساش تتابعني في الحسابات ديالي في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام، ونتلاقاو مور الانترو. كرة عرضية رأسية اذا كيف ما شفنا ان في السنوات الاخيره كانت شابكه نتائج ثقيله بين الفراقي، وابرز مثال السيتي اللي ضربات واتفورد في 2019 ب 8-0، ولا ساوثهامبتون اللي خسرت من قدام ليستر سيتي وفي تيرانا ب9، ولا البارسا اللي خسرت مع الباير ب8-2 في الفضيحه الكارثيه. وعلى ذكر البارسا وبلا ما يتقلق مني شي واحد حيت انا براسي بارساوي، متفقين؟ عام 1949 البارسا كتخسر من قدام اشبيليا بنتيجه 11-1، وبعدها بثلاث سنين وبالضبط في عام 1952 وفي نصف نهائي كأس الملك كتخسر البارسا بنفس النتيجة، ولكن هذه المرة من قدام الغريم التقليدي ريال مدريد. هذا الماتش كثر عليه القيل والقال وكثرت عليه الهضره بزاف، ولكن اهم حاجه انه مسجل في السجلات الرسميه ديال الاتحاد الاسباني وديال الفيفا. اخر ماتش في التصفيات ديال يورو 1984 بين اسبانيا ومالطا، كانت اسبانيا الحظوظ ديالها جد ضئيله باش تاهل البطوله ديال اليورو في ذاك العام، وكان لازم عليها انها تنتصر على مالطا بفرق 11 هدف. هادشي اللي كيبان بطبيعه الحال مستحيل، واللي زاد بينه انه صعيب ومستحيل. وبعد استطاعت اسبانيا انها تنهي الشوط الاول بفوز بفارق جوج ديال الاهداف ب3-1، ولكن اللي طرا في الشوط الثاني ما كانش متوقع، واستطاعوا الصبليون انهم يدخلوا الشوط الثاني مكشكشين، واستطاعوا انهم يساليوا الماتش بنتيجه 12-1 ويضمنوا التاهل لبطوله اليورو بلاصه هولندا، وتاهلوا فيها للنهائي اللي خسروه مع فرنسا. وبعد ما نسال هذاك الماتش تاهم منتخب مالطا اسبانيا بتناول المنشطات، وقالوا انهم بين الاشواط عطاوهم بعض العصير واللي كانوا فيه شي مخدر، واللي جعلهم انهم يكونوا ميتين في الشوط الثاني، واستطاعوا انهم يسجلوا عليهم داك الكم الهائل من الاهداف. ديري بحالي هانتي، 1 2 3. ما يمكنش انك تهضر على اكبر النتائج وما تذكرش منتخب سان مارينو، بحيث انه في التصفيات المؤهله ليورو 2008 المانيا كتشد سان مارينو في تيرانا وكتعطيها 13-0. تخيل معايا ان الشوط الاول سالا بفوز المانيا ب6-0، وزادوا كملوا لهم السبعه الاخرى في الشوط الثاني. بودولسكي بوحدو سجل سوبر هاتريك في ذاك الماتش، والبقيه تفرقات على اللعابه الاخرين. اللي بغى يعزز الرصيد ديال الاهداف الدوليه ديالو يلعب ضد سان مارينو. سان مارينو معروف عليه انه كيخسر بنتائج كبيره وضد منتخبات اللي عاديه، ماشي ضد المانيا. المانيا رحمه الله ملي عطاهم 13، بحيث انك تلقى منتخب بحال مثلا مونتينيغرو كيضربوهم ب7-8. سان مارينو مسكينه تما محطوطه غايه يجمعوا على ظهرها النقاط وصافي. وماشي بعيد وفي التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم قطر 2022 منتخب ايران كيشد منتخب كمبوديا وكيعطيه 14-0. ونبقاو مع ايران واللي حاقره على دوك الاسيويين، وفي عام 2000 استطاعت ايران انها تفوز على منتخب غوام بنتيجه 19-0. نبقاو في اسيا وفي التصفيات المؤهله لكاس اسيا عام 2000 منتخب الكويت كيفوز على منتخب بوطان بنتيجه 20-0. هذا الماتش واللي تحصل فيه المنتخب الكويتي على 5 ديال البيلانتيات، تيره وحده منهم الحارس ديال المنتخب الكويت، واستطاع لاعب المنتخب الكويتي بشار عبد الله انه يسجل في ذاك الماتش 8 ديال البيوته. تلقاه هداف التصفيات في ذاك الماتش. هذا المنتخب هد اسيا وزي ما يمكن. عاوتاني في التصفيات المؤهله ديال كاس العالم 2002
منتخب استراليا كيفوز على منتخب ما عمرك تكون سمعتي سميتو، منتخب طونغا كيفوز عليه منتخب استراليا بنتيجه 22-0. تخيل ان الشوط الاول بوحدو سالب فوز استراليا ب 10-0 وكملوا لهم 12 البيت في الميطه الثانيه. منتخب طونغا ما عمري سمعت هذا المنتخب هذا حتى قلبت عليه. وفي نفس التصفيات استراليا عاوتاني ضربات بالقاصح، وهذه المره مع منتخب اللي حتى هو متاكد انك عمرك غادي تكون سمعتي سميتو، واللي هو منتخب ساموا، وضرباته بنتيجه 31-0. اقسم بالله ونجمع 11 دري صاحبي ومشيو لعبوا مع استراليا ما نخسروا ب 31-0. تخيل ان الميطه الاولى سالت ب 16-0 وزادوا كملوا لهم 15 في الميطه الثانيه. واللاعب ديال استراليا توماسون على ظهر هاد سامو هادي باقي لحد الان اللاعب الوحيد اللي استطاع انه يسجل 13 بيت في مباراه دوليه. والله ما يمكن بالله. ونجيو دابا لاكبر نتيجه في تاريخ كره القدم واللي كانت في عام 2002 في دوري ابطال، ماشي دوري ابطال اوروبا، دوري ابطال مدغشقر، بين فريق اديما وفريق ستاد ليميرين. وسالت المباراة بانتصار فريق اديما على ستاد ليميرين بنتيجة 149-0. البلان وما فيه هو ادينا كانت حسمات اللقب قبل الجولة الاخيرة، والماتش قدام ستاد ليميرين غيكون فقط غير ماتش شكلي وصافي. ستاد اولمبيك ليميرين اللي كان منافس لادينا على مدار البطولة مشى ليه اللقب بسبب الظلم التحكيمي، وبسبب هذا الشيء قرروا انهم يحتجوا باغبى طريقه ممكنه، بحيث انهم ملي تطلق الباس كيشدوا كره وكيرجعوها للشبكه ديالهم وكيماركيو على راسهم، وبقاو هكا حتى صفر الاربيط نهايه المباراه وصلوها ل 149 بيت، وكانت ممكن انها تكون اكثر كون زاد الاربيط شويه ديال الوقت. وبسبب هذا الشيء اتحاد الكره ديال مدغشقر كيوقف المدرب واربعه ديال اللعابه اخرين لمده ديال 3 سنين، وما صوروا والو بسبب هذا الغباء ديالهم، فقط انهم دخلوا الموسوعه غينيس للارقام القياسيه وصافي. اذا الخوت وصلنا للنهايه ديال الفيديو. الى عجبك الفيديو ما تنساش ديك لايك وسبسكرايب وشي كومونتير زويون. نتلاقاو الخوت في فيديو جديد. تهلاو.